أمس متابعينا الكرام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية على أن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المصنعة لصواريخ الأتاكامز بدأت في إنتاج وتصنيع صواريخ الأتاكامز الباليستية التكتيكية، وذلك تشوفون الآن أمامكم على الشاشة لصالح المغرب. كما سبق وذكرنا كذلك العام الماضي متابعينا الكرام قام المغرب باقتناء راجمات الهيمارس، 18 راجمة أو 18 نظام لراجمات الهيمارس، معززة كذلك بصواريخ الأتاكامز الباليستية التكتيكية اللي ديالها هو 300 كيلومتر. هذا الصواريخ متابعينا الكرام صواريخ الأتاكامز شفنا ما قامت به في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قام الأوكرانيين باستخدام هذا النوع من الصواريخ اللي هو صاروخ الأتاكامز، وقام بمجزرة بكل ما تحمل الكلمة بالمعنى ضد منظومات الدفاع الجوي الروسية، بما في ذلك الاس 400، بما في ذلك الاس 300، بما في ذلك الاس 500. لأنه قبل أيام قليلة فقط كانت هناك تقارير على أن روسيا نشرت منظومة أو بطارية لاس 500 في شبه جزيرة القرم، ذلك نظرا على أن منظومة الاس 400 فشلت في مواجهة صواريخ الأتاكامز التي يطلقها الأوكرانيين بشكل متكرر سواء على مدينة بيلغورود أو على شبه جزيرة القرم اللي هي تتعرض لوابل من القصف من راجمات الهيمارس. فبعد الفشل الكبير لمنظومات الاس 400 نشرت روسيا بطارية لاس 500، وقبل أيام كانت هناك أيضا تقارير على أن الأوكرانيين استهدفوا القاعدة التي كانت تحتضن منظومة الاس 500 الروسية. وحتى هذه اللحظة بطبيعة الحال لا يوجد تقارير أو لا يوجد تأكيد على إصابة المنظومة، لكن ما هو موثق لدينا بالصوت والصورة والتوثيق القاطع وهو تدمير الاس 400 في أكثر من مرة عن طريق صواريخ الأتاكامز. هذا الشيء علاش هذه الصفقة بالنسبة للمغرب مهمة جدا. صواريخ الأتاكامز هي صواريخ خطيرة جدا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. صعب جدا أن يتم اعتراض هذا النوع من الصواريخ الباليستية، والآن يوم أمس تم الإعلان رسميا عن بدء تصنيع صواريخ الأتاكامز لصالح المملكة المغربية. بطبيعة الحال نحن نعلم على أن القوات المسلحة الملكية المغربية غادي تكون مشغلة لراجمات الهيمارس بشكل رسمي، مع العلم متابعينا الكرام على أن النسخة اللي حصل عليها المغرب من صواريخ الأتاكامز هي أحدث نسخة من التي لدى الأوكرانيين حصلوا على صاروخ الأتاكامز بنسخته القديمة من مخزون الجيش الأمريكي. أما النسخة المغربية كما ذكرت سوف يتم تصنيعها بشكل كامل، يعني بنسخة جديدة بنسخة حديثة، وبالتالي متابعينا الكرام المغرب سوف تكون له قدرة الضرب بصواريخ باليستية تكتيكية بمدى 300 كيلومتر. وليس فقط هنا نتحدث عن صواريخ الأتاكامز وراجمات الهيمارس، وإنما كذلك نتحدث عن راجمات البولس التي سبق وللمغرب وللقوات المسلحة الملكية المغربية أن تسلم هذه الراجمات، ومع صواريخ البريداتور هاوك التي يصل مداها كذلك إلى 300 كيلومتر، وسوف تشكل قوة رادعة قوية مرعبة لأي عدو يفكر في مواجهة المغرب. وأنا صراحة كنت أنتظر الإعلان الرسمي لبدء الإنتاج سواء لراجمات الهيمارس ديال المغرب أو لصواريخ الأتاكامز اللي تم الإعلان عنها يوم أمس، وبالتالي متابعينا الكرام أعتبر هذا الخبر مهم جدا، وغادي تكون بداية لحصول المغرب على قدرات الضرب الباليستية التكتيكية، ولما لا كذلك تجاوز المدى ديال 300 كيلومتر لما هو أكثر. فهذه المسألة مهمة جدا متابعينا الكرام، خصوصا إن تكلمنا عن أن المغرب يريد توطين الصناعة العسكرية في المملكة المغربية، ونتحدث كذلك عن المشروع الذي وافق عليه جلالة الملك محمد السادس اللي هو إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي العسكري في المغرب. ومن بين الأمور اللي غادي يشتغل عليها المغرب أو غادي يشتغل عليها القوات المسلحة الملكية المغربية وهو توطين صناعة ذخائر راجمات الصواريخ، بما في ذلك إن شاء الله غادي نشوفوا تصنيع لبريداتور هاوك محليا في المغرب، لما لا تصنيع لذخائر البولس، لذخائر راجمات صينية تعمل في المغرب مثل تي اش ال 03 الار 2 ومجموعة من المنظومات الأخرى اللي غادي تخدم في المغرب، وغادي يكون تصنيع الذخائر ديالها متموقعا في المغرب. كذلك لما لا أن نرى تطوير لهذه الصواريخ بنسخة مغربية خالصة، نظرا على أننا غادي ندخلوا لهذا المجال ديال الصناعة العسكرية. إذن المغرب رسميا متابعينا الكرام يدخل نادي الدول المشغلة لصواريخ باليستية تكتيكية، ونتحدث عن الأتاكامز وما أدراكم الأتاكامز. فالأتاكامز صاروخ مرعب جدا، قدراته خطيرة جدا، وبغض النظر عن ما حدث في أوكرانيا أو في روسيا أو في شبه جزيرة القرم، فكنا نعلم جيدا على أن صاروخ الأتاكامز من الصعب جدا أن يتم الاعتراض ديالو بمنظومات الدفاع الجوي. علاش؟ لأن صاروخ الأتاكامز هو أصلا مصمم ليتجاوز منظومات الدفاع الجوي. رأس أو هذا الصاروخ هو بحد ذاته يقوم بالمناورة، يصل إلى مرحلة أن يناور لتجاوز منظومات الدفاع الجوي. هذا الشيء علاش الصاروخ هو صاروخ خطير جدا، وحصول المغرب عليه غادي يعطيه قوة
كبيرة جدا، وغادي يخلي أي عدو مهما كان أنه يفكر مليون مرة قبل ما يتجرأ على المملكة المغربية. وطبيعة الحال أنتم تعلمون المتابعين الكرام أننا محاطون بالأعداء، ولا بد من التسليح ولا بد كذلك من التصنيع العسكري، وهذا هو المسار اللي غاديين فيه إن شاء الله. فهذا الخبر هو مهم، بغيت نشاركه معكم المتابعين الكرام. وبحكم أنني متواجد في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية كما شاهدتم في الفيديوهات السابقة، قد أتأخر نوعا ما في تغطية بعض الأمور وبعض الأحداث اللي هي مهمة أو عاجلة كما اعتدنا عليها في القناة، لكن في نفس الوقت بطبيعة الحال سوف نستمر في تغطية رحلتنا إلى الأقاليم الجنوبية المغربية، وغادي نصوروا الواقع الذي لا يعجب نظام حضارة الجزائر ولا مرتزقة البوليزاريين ولا كذلك البوصبايين والجزائريين المستحمرين. فهذا هو الخبر متابعينا الكرام اللي بغيت نتكلم عليه. ان شاء الله غادي نشوفوا مازال اخبار اخرى فيما يتعلق بصفقه راجمات الهيمارس. وبالمناسبه الصفقه التي اعلن عنها يوم امس هي صفقه فرعيه، لانه كتكون هناك صفقه اصليه يتم الاعلان عنها من طرف وكاله التعاون الامني الخارجي ديال وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه الامريكيه، ثم كذلك كتجي الصفقات الفرعيه اللي من خلالها يكون هناك تعامل مباشر ما بين المغرب والشركات المصنعه لهذا الاسلحه. وهنا نتحدث على وجه الخصوص على لوكهيد مارتن، وهي شركه امريكيه معروفه بطبيعه الحال ومشهوره في تصنيع الاسلحه، مختلف الاسلحه سواء بريه او جويه. والاتاكامز هي من بين التحف اللي يعني اشتغلت عليها شركه لوكهيد مارتن، وشفنا الاداء ديالها كما ذكرت سابقا في الحرب الروسيه الاوكرانيه. وصواريخ الاتاكامز في المغرب غادي تكون كذلك كما ذكرت قوه ضاربه، قوه ردعيه لاي احمق يفكر في التطاول على المغرب او التطاول على السياده المغربيه.